السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى عشان نعمل مع بعض النهارده الكحك بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده انا عامله الكحك كده دايب خالص، دايب دوب. اول حاجه نقول المقادير. معانا 2 كيلو من الدقيق، ومعايا هنا 400 جرام من النشا. اهم حاجه الدقيق تجيبيه كويس. معايا كده 2 كيلو دقيق، 400 جرام نشا. والنشا هنا هيخلي معانا الكحكه دايبه خالص وتحفه. وبعد كده انا معايا كده على 2 كيلو دقيق كيلو وربع سمنه بلدي. عايزه تحط نص هولندي ونص بلدي تمام. انا معايا هنا كيلو وربع سمنه بلدي، ومعايا هنا 4 معالق من السمسم، 4 معالق من ريحه الكحك. بس اهم حاجه السمسم ده انا محمصاه نص تحميصه كده، متحمروش قوي. ومعايا كده 4 معالق ريحه الكحك. خلاص. ومعايا كمان رشه ملح علشان السنه. وكمان معايا كده معلقتين كبار من الخميره، يعني معادل كيس خميره. ومعايا الاشكال والقطاعات اللي احنا هنشكل بيها اي شكل انت بتحبيه من منقاش. عايزه تجيبي اللي هي القطاعات الشكل اي حاجه انت بتحبيها تمام. معايا هنا كوبايه الا ربع من الميه علشان هدوب فيها الخميره والسكر. ومعايا هنا ملبن. انا جايبه كده ربع كيلو. انا بحب بس الكحك ساده، وهعمل كده جزء كده من ملبن ومش هحط خالص ليه عجوه. شوف الحشو اللي انتوا بتحبوه اعملوه. عايزين تعملوا مكسرات تمام. انا هسيح بقى السمنه وهرجع لكم. انا كده خلاص حطيت السمنه على النار، وكمان حطيت السكر والخميره. حطيت كده 4 معالق من السكر، كيس الخميره على كوبايه الا ربع من الميه، وسيبيها تخمر. احط بقى رشه الملح وحطيت النشا. وبعد كده هقدم تقليبه، وبعد كده هعمل بقى حفره كده في النص، وعشان احط بقى السمسم وريحه الكحكه عليها، علشان احط على طول السمنه البلدي. انا كده خلاص والخميره كده جهزت معايا. احط بقى السمنه واحده واحده. بس اهم حاجه يا جماعه بلاش طبق بلاستيك، اهم حاجه يكون سلستين زي ما انتم شايفين كده، علشان السمنه بنبقى مقدوحه قوي وبتغلي. حط بقى حبه بحبه كده، ده قلبي لحد ما تخلي كده السمنه تخش في الدقيق كده، يا دوبك كده تمتص كل الدقيق. بس اهم حاجه بسيه حلو كده، اقعدي بس بايدك كده. وبعد ما تدخلي السمنه في الدقيق، بعد كده احط بقى ايه كوبايه الا ربع كده اللي هي الخميره. اقعدي اقلبي كده لحد ما تضيعي خالص الميه بالخميره. وخلاص كده غطيها بقى، ما تسيبهاش تخمر. انا قطعت كده الملبن كده زي ما انتم شايفين كده احداث صغيره، علشان هعمل الجزء كده بالبصامه اللي هو الملبن علشان اعرفه. خلاص انا بقى هطلع كده حته عجينه كده، هجربها قدامكم كده. ولقيت العجينه اشققت منك، حط حبه ميه بس ان شاء الله مش هتشقق معانا. بعد كده بقى هدني كده اشكل كده المنقاش، هعمله الساده. كيمة بصامه هعمل اللي هو الملبن. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا جبت كده كوره صغيره كده، ما تبططيش، خليها كده قبه. واعملي بالبصامه بقى، او اعملي باي شكل انت عايزاه. بس اهم حاجه ما تكبريش في العجينه، خليها كده صغيره على قد البق، يعني بتبقى محندقه كده، تبقى حلوه. ما تخليهاش كبيره قوي، خليها في الوسط تمام. اي حشوه انتوا بقى بتحبوها تحشوها بالمكسرات بالعجوه ساده. انا عن نفسي بحب الساده، بس عملت كده حبه ملبن كده للاطفال. انتوا بقى اي شكل انتوا بتحبوه اعملوه يا حبيب قلبي. انتوا شايفين كده انا خلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوها كده انا بعملها. بس اهم حاجه لو انتوا بقى عايزين تعملوا المقادير كيلو، هقول لكم بقى تعملي الكيلو الدقيق عليه 600 جرام من السمنه، ومعايا 200 جرام من النشا، 2 معلقه ريحه كحك، و2 معلقه خميره، و2 معلقه سكر، ورشه ملح، وربع كوبايه ميه، و2 معلقه سمسم. دي مقادير كيلو. برضو لو عايزين الكيلو المقادير اللي هي بالكوبايه اللي ما عندهمش ميزان: 3 كوب من الدقيق، معلقتين خميره، 2 معلقه سكر، 2 معلقه سمسم، رشه ملح، ربع كوب من الميه، كوب نشا. دي المقادير الكيلو اللي ما عندهوش ميزان. خلاص يا حبيب قلبي انا برضو هخلص كل الكميه زي ما انتم شايفين كده بالطريقه ديت. وخلاص كده زي ما انتم شايفين كده انا عملت كده صينيتين كبار من الكحك كده. طبعا ده مش كل الكميه، بس انا قلت اوريكم كده الحبه اللي انا عملتهم علشان هسوي بقى على طول. ولعت بقى الفرن كده على درجه حراره 180. وخلي بالك اما حاجه عينك عليه علشان ما يتحرقش. الكحكه بياخدش 10 دقايق في الفرن. خلاص كده يا حبيب قلبي بعد كده طلعت كده صينيه زي ما انتم شايفين كده، بدأ يحمر كده بسيط كده. اما حاجه عينك عليه عشان ما يتحرقش مننا. زي ما انتم شايف كده يدي بس اللون الذهبي.
خلي بالك عشان ما يتحرقش. خلاص سيبيه يبرد بقى خالص وتعبيه كده في علبه، بس اهم حاجه لما يبرد تماما خالص عشان ما يتهريش منك. خلاص انا بقى خلص كده كل الكميه زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. وادي الصينيه التانية خلصتها برضو، وبرضو هشكل برضو الباقي واخلصهم بنفس الطريقه وهسويهم برضو. وكل اللي يبرد مني هعبيه زي ما انتم شايفين كده. خلاص اي علبه بقى بلاستيك عندك اعبي فيها. اخلص بقى كل الكميه وهرجع لكم بعد ما اخلص. خلاص كده يا حبيب قلبي، خلاص كده كل الكميه. خلصت ال2 كيلو وطلعوا لي كميه حلوين قوي. انا بس عايزه اوريكم بس الكحك دايب دايب خالص تحفه. جربوه يا حبيب قلبي كده بنفس الطريقه وان شاء الله هيعجبكم. انا قلت لكم كده مقادير 2 كيلو ومقادير الكيلو وكمان مقادير بالكوب. اللي عايز بقى يعمل كيلو بقى او اكتر ضعفوا الكميه. لو انتوا عايزين تعملوا اكتر من كيلو او 2 كيلو ضعفوا الكميه. لو عجبكم بقى يا حبيب قلبي الكحك بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.